السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل وصفة سهلة جدا وبسيطة بالبطاطس، جميلة جدا تقدري تعمليها على الفطار او على السحور. ويلا بينا نشوفوا مقاديرنا. احنا معانا هنا بصلة كبيرة مفرومة، ومعانا فلفل، ومعانا البطاطس بتاعتنا المفرومة، ومعانا الجزر، ومعانا بصلة كبيرة، ومعانا ملح وفلفل اسود، ومعانا البهارات بتاعة الفراخ، ومعانا المرقة بتاعة الدجاج احنا مقطعينها زي ما انت شايفة كده. هبتدي اخد البطاطس اللي احنا بشرناها، هخرج منها المية علشان انا مش عايزة كمية مية فيها. هعصرها كويس قوي كده لغاية ما انزل المية من البطاطس كلها. وبعد كده هجيب بولة واحط معايا كل المقادير اللي انت شايفاها. احنا مقاديرنا بسيطة جدا وسهلة تقدري تعمليها، مش هتاخد معاكي نص ساعة. هضيف الجزر وهضيف على البطاطس الملح والفلفل الاسود، وهحط البهارات بتاعة الفراخ، ومعايا كمان مكعب مرقة انا مقطعاه، ومعايا معلقتين كبار من الدقيق. طبعا الكلام ده كله انا بقلبه كويس قوي، ومعلقتين الدقيق دول مهمين عشان بس يعملوا لي ربط للحاجات اللي انا هحطها. وبحط نص مقدار البصل الكبيرة اللي انا بشرتها دي. وبعد كده هبتدي ان انا اخد الثلاث بيضات واعملهم بالشوكة كده علشان اخلط البياض مع الصفار، وابتدي ان انا اضيفهم للخليط بتاعي. هقلب كويس قوي بقى الخليط ده، وبكون محضرة معايا صاج بحط له ورق زبدة، وبرده بدهنه مادة دهنية. وببتدي احط بقى الخليط بتاعي ده وافرده كويس قوي، وبعد كده بدخله الفرن. هدخله الفرن يا دوبك كده يستوى يكون تمام، علشان هبتدي ان انا اعمل له البانيه. في طاسة بقى على النار بحط زبدة او زيت زي ما انتي عايزة، وبضيف بقية البصلة، ببتدي ان انا اشوحها. وبعد كده ببتدي احط البانيه بتاعي، ومعايا الفلفل الاخضر. لو انتي حابة فلفل حامي في الوصفة دي برضو بيكون جميل. بعد كده الصاج بتاعي اللي في الفرن بيكون استوى، باخده وببتدي ان انا اقطع مربعات تكون كبيرة، واحط معايا البانيه والفه كده رول صغير، وابتدي ان انا احطه في الصاج، واحط على الوش بتاعه الجبنة الموتزاريلا، وادخله على الشواية علشان الجبنة تسيح. بتطلع معايا بالشكل الجميل ده، والبانيه بيبقى طعمه جميل جدا فيها. وصفة سهلة وسريعة وان شاء الله تعجبك، وبإذن الله اشوفكم في فيديوهات تانية.